اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين على أحلى متابعين في الدنيا. صباحكم كله خير، صباحكم كله رزق، صباحكم كله سعادة وهنا ورضا من الرحمن، صباحكم مشرق بنور الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ لايك وشير وسبسكرايب على قناة هدى عبده. زي ما قلت لكم عايزة عايزة الفيديو يوصل لأكبر عدد. لايك وشير بقى وشيروا الفيديو. تعليق يكون حلو. تعليقاتكم طبعا بتهمني، وتعليقاتكم بتديني طاقة وحماس، وبتخليني أشجع إني أكمل. النهاردة بقى معانا فيديو جميل، فيديو حلو خالص. معايا ايه؟ هنعمل النهارده السجق في البيت بطريقه حلوه، بنظافه. السجق اللي بناكله كله بهارات من بره، كله توابل من بره، كله معرفش انت بتاكل توابل، بتاكلي قرفه، بتاكلي ايه، انا معرفش. المهم ندخل مطبخنا ونسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم ونشوف هنعمل. طبعا اللحمه اللي قدامنا دي انتوا عارفين العظم اللي بيطلع من الذبيحه، العظم اللي بيطلع من الذبيحه. انا مسكت العظم اللي بيطلع من الذبيحه ده وشلت كل اللحوم اللي فيه، نظفت كل اللحوم اللي في العظم. طلع ما شاء الله كميه كويسه، مع شحوم، مع دهون، مع ايه يعني، كل اللي لميناه من العظم ده حطيته في اللحوم اللي قدامكم دي. ماشي، كل كيلو من اللحوم اللي انا مطلعاها دي او الشحوم او كده. بصوا انتوا ما تعرفوش السجق بيتعمل بره ازاي، يلمولك اي حاجه في اي حاجه كده ويعملوها. دي حاجه احنا عارفينها وشايفينها، وطبعا نظافه وتمام زي الفل. المهم كل كيلو من ده له كيلو فلفل احمر، له كيلو بصل. السجق له كيلو من اللحوم دي، ماشي، اللي انا مطلعاها، والدهون دي والشحوم دي، له كيلو فلفل احمر وكيلو بصل. تمام، كيلو فلفل احمر وكيلو بصل. بهارات سجق، فلفل اسود، بابريكا، ومكعبين مرق دجاج. دلوقتي هنشوف هنعمل ايه. انا مسكت اللحمه بتاعتي كلها عشان خاطر مالكوش دعوه بالكميه اللي معايا. انا بقول لكم للكيلو اللحمه اللي انا بقول لكم عليها دي. مسكتها طبعا في الكبه بتاعتي وفرمتها. طبعا ما شاء الله الله اكبر، الكبه دي قوه الموتور بتاعها شديده جدا، لو ما مسكتهاش بقوه ممكن تفلت منك، تخبطك، تعورك. المهم انا يعني عملت فيها مرتين 3 كده، لقيتني بتحكم فيها جامد، فقلت ايه خلينا نفرم ونكمل على المفرمه. بس خلينا ايه نخلص اللي في الكبه وبعدين ايه نعمل في المفرمه. تمام، فخدنا الكميه اللحوم بتاعتنا فرمناها كلها، وفرمنا البصل الاول. طبعا زي ما انتوا شفتوا فرمت البصل مع الفلفل الاحمر وحطيتهم على جنب كده، على ما ايه افرم اللحمه بتاعتي كلها. تمام تمام. طبعا بنفرمها، انا فرمتها مرتين علشان خاطر تبقى معايا ايه ناعمه وكويسه. المهم انا كنت هنا بقى ايه سبت الكبه وغيرت، شغلت المفرمه بتاعتي. تمام، يبقى شغلت المفرمه ما شاء الله، ايه الله اكبر، المفرمه بتساعد احسن ما شاء الله. يعني ايه بتفرم دهون، عروق، لحمه، ما شاء الله الله اكبر عليها، كويسه، احسن من الكبه عامه يعني. بس احنا لو طبعا مش كل مطبخ فيه مفرمه طبعا، لو على الكبه هيتفرم، اي حد هيعمل لو عنده كيلو لحمه، لو عنده حاجه وعايز يعمله سجق هيعمله على المفرمه، على الكبه برضو. اللي عنده كبه في مطبخه هيعمله عليه.
مش كل طبعا البيوت فيها مفرمه، او كل المطابخ فيها مفرمه. تمام. فانا بعيد عليه بقى تاني اهو. وايه، وطبعا هنروح نضيف له الايه، البصل والفلفل الاحمر بتاعنا اللي احنا ايه فرمناهم في الاول. تمام. هنفرمهم ودهم فرمه كويسه بقى ايه الاتنين مع بعض كده، ونعجلهم عجنه تمام كده ونظبطهم. لازم نخليه يختلط ببعضه. تمام. يختلط ببعضه كله كده يعني انا هرجع اعيد عليه في المفرمه بعد ما بقلبه مع بعضه كده، البصل بالفلفل باللحمه. تمام. يعني انت لو عندك كيلو لحمه تعمليه عادي، لو عندك كيلو صدور فراخ تعمليها عادي، صدور فراخ مع فلفل احمر مع بصل مع بهارات سجق فلفل اسود بابريكا والحاجات دي كلها عادي خالص. ممكن تعملي صدور الفراخ بتطلع طعمه برضو وحلوه وتحفه. يعني ما فيش حاجه بتقول لا. مش شرط يكون لحمه طبعا غاليه طبعا او كده، بس احنا قلنا عشان خاطر كان في ذبيحه وكده، قلنا ايه خساره نلم اللحوم اللي هي في العظم وكده نعملها. ما شاء الله كده خلصنا الكميه بتاعتنا. هنبهر ونتبل. هنحط بهارات بقى ايه السجق، نحط فلفل اسود ونحط بابريكا زي ما انتوا شايفين كده، وهنملح ونصلي على النبي. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. تمام. هنحط مرق الدجاج برضو زي ما قلت لكم، الكيلو له مكعبين. لو مش عاوزين تحطوا مرق الدجاج استغنوا عنها عادي، ما فيش مشكله، مش اساسي يعني، بس انا عارفه ان هي بتطعم الحاجه، انا عارفه ان هي بتدي تيست كويس للحاجه. تمام. نخلطهم بقى كويس كده ونعجنهم عجنه محترمه كده بايدينا. وبعدين نشوف ايه هنعمل ايه. طبعا يا جماعه السجق احنا بنجيب الهنك بتاع الخروف من عند الجزار. اي جزار بيذبح ضاني ماشي هتلاقي عنده الهنك اللي بيتعمل سجق ده، مش المنبار بتاع الذبيح. تمام. يعني اي جزار هتقولوا له انا عايزه الهنك اللي هو المنبار برضو بتاع الخروف او الجدي او كده. تمام. اسمه هنك. في ناس بتقول عليه هنك يعني، او مصارين الذبيحه للضاني يعني. تمام. بتجيبيه بقى وتنضفيه وتظبطيه وتعمليه سجق، بيطلع لك زي السجق اللي انت بتجيبيه من بره. تمام. خلاص ايه شغلنا بقى المكنه تاني بتاعتنا المفرمه، وعملنا ايه السجق. بصوا انتوا بتحطوا الممبار بالراحه كده. انا طبعا كنت غيرت وش المفرمه ان في وش تاني للممبار. تمام. وش بتركب على المكنه وبتحط فيه الممبار تدككيه فيه كده. تمام. لو كنت بتدككي حاجه كده بتدككيه فيه اهو ما شاء الله. وطبعا في يد كده للمكنه بتضغطي في المكنه بتنزل اللحوم في الايه في الممبار او السجق. تمام. خلاص هو كده بقى ايه سجق. هنخلص الكميه بتاعتنا طبعا. ما شاء الله يعني عملنا كميه محترمه، كميه تكفيكي ما شاء الله يعني ايه فتره طويله. بصوا اهو الهنك اهو. بصوا هوريهولكم وانا بركبه في الوش بتاع المفرمه اهو ما شاء الله اهو. عشان خاطر ايه يعني اللي عاوز اللي عنده مفرمه يعني المفرمه دي بتيجي بالوشوش بتاعتها كده. نشغل بقى المفرمه اهو وبنضغط وبينزل اللحمه طول ما هي شغاله بينزل اهو. اللحمه بتنزل في الممبار. وبقى في الاخر سجق، بس سجق نظيف، سجق ما شاء الله طعمه جميل
خلصت الكمية طبعا، واللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك، كمية ما شاء الله محترمة تكفيكي فترة كويسة. ده يعني ايه يعني احنا يعني بدل ما كنا نرمي العظم باللحوم اللي فيها. تمام. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.